النهاردة هناخدك بأمواج البحر في رحلة من رحلات 1000 ليلة وليلة. بس رحلتنا النهاردة هتكون 9 ليالي على واحدة من أجمل وأفخم البواخر العالمية. حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هتاخدك في رحلة مع الكروز البحرية كوستا دياديما. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. رحلتنا النهاردة هتكون رحلة بحرية مميزة، لأنها هتكون رحلة على متن قصر ملكي متحرك. قصر ملكي هيبحر بينا بالليل وهيرسو بالنهار في أجمل مدن في ثلاثي من أرقى دول العالم، وهما إيطاليا، فرنسا، أسبانيا. كوستا دياديما واحدة من أفخم وأعرق البواخر العالمية اللي هتبهرك بتصاميمها الداخلية والخارجية، واللي هتوفر لك خدمات فندقية مميزة. الباخرة مشهورة بأنها مدينة الأحلام، لأنها بتحتوي على أي حاجة وكل حاجة ممكن تحتاجها. بتتميز بتصميمها الفخم الأنيق، بداية من صالة الجلوس المكونة من أساس فريد وإضاءات مريحة، لتصميم المناطق الخاصة بحمامات السباحة واللي تقدر تستمتع فيها بأجواء من المتعة والمرح، واللي كمان تقدر تاخد مشروباتك المفضلة وانت على حمام السباحة مع إطلالة مشمسة في غاية الروعة. بتتكون كوستا دياديما من مجموعة كبيرة من الكبائن والغرف، واللي بتتميز بروعة التصميم الداخلي مع مزيج عصري في الألوان والأساس والديكور والمفروشات. الكبائن كلها مجهزة بأفضل سبل للراحة، وفيها كافة اللوازم اللي ممكن تحتاجها. كمان تقدر تستمتع في بعض الكبائن بإطلالات مباشرة على شاطئ البحر. بعد ما كلمناكم عن مواصفات قصرنا العائم كوستا دياديما، تعالوا بينا نعرف أكتر عن رحلتنا الجاية. رحلتنا 10 أيام 9 ليالي. في اليوم الأول هنبحر من قاهرة المعز لإمبراطورية الغرب روما. هنوصل مطار روما وهنلاقي أتوبيس سياحي فاخر في انتظارنا عشان ينقلنا لميناء شيفيتافيكيا في إيطاليا، ونبدأ التسكين واستلام الغرف في كروز كوستا دياديما. وبعدها نبدأ رحلتنا عبر أمواج البحر، واللي هنستمتع فيها بإطلالات خلابة من مدينة روما وسط باقة من أفخم الخدمات اللي بتقدمها الكروز. اليوم الثاني واللي هنوصل فيه الأجاكسيو على جزيرة كورسيكا في بلد الرقي والأناقة فرنسا، اللي هنقضي على أرضها ساعات من المرح والمتعة، واللي هنزور فيها المتحف الوطني لبيت نابليون بونابرت، واللي فيها نتعرف عن جزء مهم من طفولة القائد العسكري الكبير نابليون بونابرت. ونتفرج على حداثة المعمار الفرنسي المتجسد في الفيلات والمباني والفنادق والمطاعم الحديثة. وهنرجع للكروز عن طريق الشوارع الضيقة الخلابة للمدينة، واحنا في طريق العودة هنعدي على كاتدرائية أجاكسيو، واللي بتعرف رسمياً بكاتدرائية السيدة العذراء. بعد ما هنخلص جولتنا هنرجع من تاني نستكمل مغامرتنا ونبحر عشان نروح لبالما دي مايوريكا في أسبانيا. أما في اليوم الثالث فهنستمتع بالإبحار على متن السفينة طول اليوم. ولو فاكر إنك هتزهق أو هتمل، فنوعدك إن ده مش هيحصل أبداً، لأنك تقدر تستمتع بأجمل الأوقات في النادي أو الكازينو الخاص بالباخرة، وكمان تقدر تقضي أوقات ممتعة في المسرح اللي بتقدمه لك كوستا دياديما، واللي بيتعرض عليه ألطف العروض من كبار الممثلين العالميين. ده غير حمامات السباحة والخدمات التانية اللي اتكلمنا عنها. كمان تقدر تستمتع بكيدز اريا وتسيب فيها أطفالك وانت مطمن. ده غير المتاجر اللي بتوفرها لك كوستا، واللي تقدر تشتري منها كل اللي تحتاجه، بالإضافة للكازينو والجيم وخدمات تانية كتير هتحسسك كأنك على مدينة متحركة في وسط البحر. وفي اليوم الرابع فهنوصل فيه لبالما دي مايوريكا في أسبانيا، واللي فيها نقدر نستمتع بجولة على الواجهة البحرية مع إطلالة على الميناء وصولاً لقلعة بلفر، واللي بتعتبر مثال على العمارة القوطية في مايوريكا. هيستمر الطريق البانورامي بين المباني التاريخية واليخوت الفاخرة، ومن بعدها كاتدرائية سانتا ماريا. في اليوم الخامس هنوصل لمدينة
فالنسيا، واللي موجودة على الأراضي الأسبانية، واللي كمان بتعتبر من أشهر المناطق التاريخية فيها. في فالنسيا هنلاقي المدينة القديمة بتضم معالم سياحية كتير ما ينفعش نفوت زيارتها. نبدأ زيارتنا لفالنسيا من مدينة الفنون والعلوم والمركز التاريخي والرمزي للمدينة وحديقة المحيطات، واللي بتعتبر أكبر حديقة بحرية في أوروبا كلها. بالإضافة لأننا هنزور كمان قصر الفنون اللي عبارة عن مبنى ضخم بطراز فريد. هننتقل لليوم السادس واللي هنبحر فيه لمدينة مارسيليا في فرنسا، ودي بتكون تاني أكبر مدن في فرنسا بعد باريس، وهي عاصمة الثقافة لأوروبا. هنقضي فيها أجمل الأوقات بين جولة سياحية هتاخدك لأجمل المزارات زي كنيسة سان لوران، ودي كنيسة بتطل على الميناء مباشرة، وبعدها هنعدي على الكاتدرائية الكبرى. واليوم السابع هنكمل إبحارنا عشان نوصل لسافونا بإيطاليا، وهناك هنزور كاتدرائية أسونتا بواجهتها الباروكية. كمان نقدر نزور قلعة بريمار واللي تم تصميمها مخصوص بغرض حماية المدينة من جهة البحر. وهنعدي على بلازا جافوتي اللي بيضم متحف الخزف والبلاط واللي بيرجع تاريخه للقرن ال15 وال16. واليوم الثامن هنرجع على تشيفيتافيكيا روما، وهنقوم بتسليم الكبائن، وهننتقل بالأتوبيس لفندق بيعتبر من الفنادق الممتازة واللي بيقدم خدمات رائعة في روما. اليوم التاسع وده بقى هناخد فطارنا فيه في الفندق، وهننطلق عشان نعمل رحلة اختيارية لأهم معالم روما زي الفاتيكان، كاتدرائية سان جيوفاني، الكولوسيوم، نافورة تريفي، البانثيون، وساحة نافونا. اليوم العاشر بنتناول فطارنا جوه الفندق، وبنسلم الغرف عشان نتحرك بالأتوبيس على مطار روما ونرجع لأرض الوطن بعد ما نكون عملنا ذكريات ما تتنسيش في رحلة ولا في الأحلام. وفي نهاية حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع صحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية.